اليوم ينعقد الهيئة العامة المؤتمر التأسيسي الثالث لانتخاب قيادة المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين، وخصوصا بعد الاندماج الكبير الذي حصل بين الأخوة في تيار الوطني الكردي الفيلي وكذلك المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين لاختيار قيادة موحدة، وكذلك أيضا انتخاب الأمين العام والمكتب السياسي. وهذا بالتأكيد سوف يعزز الملف الفيلي نحو الأمام أكثر فأكثر، والوجود الفيلي خصوصا يعني في المشهد السياسي العراقي تعزز بعد انتخاب السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ محسن علي أكبر المندلاوي، وهذا يأتي من باب تقوية الملف الفيلي، وخصوصا ونحن مقبلون على انتخابات عامة مفصلية مهمة، وخصوصا أيضا العراق يواجه تحديات مهمة على الساحة السياسية، وبالتالي يجب أن يكون هناك وحدة فيلية متماسكة، والحمد لله هذا ما نعمل عليه اليوم. وإن شاء الله سوف يخرج هذا المؤتمر التأسيسي الثالث بنتائج مهمة لأبناء شعبنا العراقي وخاصة أبناء المكون الفيلي.